حط ايده على ايدي، قال لي بتحبيني، رحت صارخه وقلت بيقول لي هاتي بوسه، مسكته يدي الحصه الواد كراكوس، اديله ولا ايه؟ اهو ما استنديش ان احنا نرد عليكي، اديله ولا ايه؟ ورحتي مديانا الظرفانه في الحنك على طول. فتعالوا مع بعضينا نبدا حلقتنا. مساء الفل عليكم ابطال اليوتيوب، ورب دايما تبقوا بخير. عزيزي المشاهد، لو انت لسه جديد واول مره تشوفني انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب، اعمل لايك، اعمل كومنت، اعمل شير الفيديو، ما تنساش تابعني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، اللينكات موجوده في صندوق الوصف في الديسكربشن وفي اول كومنت. وتعالوا مع بعضينا نبدا حلقتنا. اخواتي انا مش بتاع كلوتات، انا مش بتاع كلوتات. يا عم خلاص، انت هتعيدها 100 مره ولا ايه؟ عرفنا ان انت مش بتاع كلوتات ولا بتاع سنتوالات، انت بتاع ايه بالظبط؟ بس وقع تحت ايدي صفقة كلوتات من اللي قلبك يحبها. متاكد ان قلبها اللي هيحبها ولا حاجه تاني؟ ب7.5. يلا اللي مش لابسه البسي، يلي عريانه البسي. والله العظيم انا لو واحده ست ومش لابسه الباس مش هخش اشتري من عندك. عارف ليه؟ عشان انت فضحي هتفضحنا. معلش بس، هو انت متاكده ان هو هيدلعك قدام الناس ولا هيعمل حاجه تاني قدام الناس؟ اصل اللي انت بتعمليه اللي هو البلالين اللي عماله تطلعيها دي مش قدام الناس، دي المفروض في اوضه النوم جوه. قدام الناس دي يبقى انتوا الاثنين رافعين قرايل، والعوذ بالله. ايوه، رساله بقى عايز اوجهها لكل بنت بتسال هما ليه الشباب بيموتوا اسرع من البنات. اتفرجي على الفيديو ده. سعادتك احنا مش باقيين على حاجه، احنا بننزل نتنطط في كل حته فيك يا بلد، وزي ما تيجي زي ما بترسى بندق لها. عرفتي ليه احنا بنموت بسرعه؟ هو انا كملت الفيديو لحاجه واحده بس، انا يعني عرفنا لو معاك فلوس هتقعد نبوس، ولو معاكش فلوس هتقعد على يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا اصيل لبخه في الكلام، اصيل لبخه، ده عايز يتعالج ويجينا. هتموت انت كده وتعرف ايه اللي تحت العبايه. والله هو احنا هنموت ونعرف ايه اللي تحت العبايه فعلا. احنا يومين عيد وكل اللي راحه واللي جايه عبايات 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 عبايات. انا عايز اعرف ايه اللي تحت العبايه. تحت العبايه مش حكايه يا محمد، تحت العبايه في كرش. ثانيه واحده بس، هم نقلوا الكرش فوق ولا ايه؟ هو مش الكرش ده المفروض تحت؟ هم نقلوا الكرش فوق وقسموه نصين ولا ده ايه بالظبط؟ انا بتكلم على الكرش. هو ممكن بس حد يقول لي المكان ده فين؟ يعني انتوا بتعيدوا فين؟ يعني ايه فيديوهات العيد دي؟ فين المكان ده عشان نيجي نعيد معاكم؟ انا ككوكا عايز اعيد معاكم والله. يا جدع يا بنت حرام، الضرب ده كتير والله، الضرب ده سبب اسري. ودي رساله احب اوجهها لكل راجل، اوعى تفكر تخش تحط طبق كنت بتاكل فيه قدام مراتك ولا بتغسل المواعين، هتاخد من المنقى يا خيار. ده تقريبا شغال ظابط، ده تقريبا ظابط، ده حب يفاجئها قطع لها الخلف. ده بقى رساله لكل بنت، اوعي تتريقي على خطيب صاحبتك ولا جوز صاحبتك، لان هيجيلك في يوم من الايام واحد زي ده يقطع لك الخلف. اللهم بلغت. هو فعلا مصر كلها اول يوم العيد، انا واحد كنت من المصريين بس ما عملتش كده. ولا عيني مخدة مش بانجو ولا برج. نمشي ليه يا بنتي؟ ما هو بصراحة المحل فيه بنات. طب واحنا مالنا ومال البنات؟ انت هتبص عليهم. هبص؟ يا ريت النبي ما تبصش على حد غيري. مش هبص على حد. يا ريت نسيت يا رب. اله
تنستر. ايه ده يا حاج انت طلعت بالتالت اسمنت الممتاز. اهدي بقى اللي تبقى واخده واحد عينه زايغه وعارفه ان عينه زايغه وكل واحده معديه بيبص عليها وبرضك ما بتعتمدش وبتاخده معاها. انا بقول لك ما تاخدوش معاكي، ما دام عينه زايغه ما تاخدوش معاكي، هيجلطك يا بنتي، هيحصرك على نفسك. لو شاف كلبه من اللي بتهوهو في الشارع ماشيه هيبص عليها وهيسيبك انت. طرت على وش خصمي، انا طرت على وش اسمه وحدف اسمه طرت على اسمي، طرت على وش خصمي. معلش بس انا كمواطن مصري عايز اعرف هي طرطرت على وش خصمها ازاي. يعني انت كمشاهد فهمهاني، قول لي هي طرطرت على وش خصمها ازاي، انا عايز افهمها علميا وفسيولوجيا وبيولوجيا ازاي. حذفت استاذه شو ما راح هتلاقيها دقة اسمي، يا ابني مش مقنعة علشان تنفذني. لا ده عاجزني 5 على خده على وعلى شفايف. ايه ده اخرة اللي يسيب التليفونات مع العيال الصغيرة. عشان كمان سيكا بيكا سيكي ميكي ميكي سيكي بيكي سيكي كاكا سكا اطرطر على وش خصمي. ما تسيبوش تليفوناتكم مع عيالكم ليه؟ عشان بيطلعوا علينا صراصير من البلاعات. نبدل بقى الالفاظ الفظيعه دي ونقول بدل الشتيمه المنتشره الفظيعه دي نقول يا ابن الفرخه، يا ابن القطه، يا ابن الفلفل، يا ابن الملح، يا ابن الكمون، يا ابن يا ابن الشطه، يا ابن القرعه، يا ابن البطيخه. يعني فاهم؟ عايزين نجدد يا اخوانا، بلاش الشتايم النوتي بتاعتنا دي، خلونا في الشتايم الجديده، نجيب توابل المطبخ ونشتم بيها. انا مش عارف بعد كده هيعايرونا بايه. يعني اقول لك يا ابن الديك، يا ابن الفرخه، يا امك بكاكي، يا جلابوك بيبيض، هيقولوا لنا كده تقريبا. ما انا مش عارف البنات دي هتروح بينا لحد فين تاني. يعني خلاص يا جدعان، شفنا هدوم العيد كلها، شفنا كل دي فيديوهات نازله اول يوم العيد وتاني يوم العيد وليله العيد وسهرايه العيد، تحس ان كان الشيطان محبوس وفتحوا له وانطلق. مع ان والله العظيم احنا اللي ظالمين الشيطان ده ملوش علاقه بينا، احنا بنعلم الشيطان مش الشيطان اللي بيعلمنا. ودي بقى منزله الفيديو بتاعه وتقول لك ايه رايكم في الاوتو فيت بتاعي. انا خايف اقول الاوتو فيت بتاعي فيكي يعني انا يعني انت فاهمه انا عايز اقول لك ايه. انا خايف اقول رايي في الاوتو فيت بتاعك انت، فانت الاوتو فيت بتاعنا ما يعجبش الاوتو فيت بتاعك انت فتجيبي الاوتو فيت في حاجه غلط في موضوع سعادتك. عزيزي المشاهد بكده كنا وصلنا للفيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك كومنت شير الفيديو، ما تنساش تابعنا على الانستجرام على الفيسبوك على تيك توك، اللينكات موجوده في صندوق في الديسكربشن وفي اول كومنت. اشوفكم في فيديو جديد. جود لك يا احسن ناس في الدنيا من اول فيديوهات العيد.